هلو هلو. منبلش. طلع الزلزال، طلعت الدنيا كلها، انهرنا، تدمرنا، كل واحد حسب طريقته. كل واحد حسب طريقته. بمين بدكن نبلش؟ ليست أسامية كتير كبيرة. بمين بدكن نبلش؟ انتو بس قولولي. حنبلش بماجد العجلاني الإعلامي الزميل اللي بحبه كتير، اللي من 10 سنين كنت أطلع معه أيام ميلودي سوريا وكل هول. اتصلت فيه لماجد، كان بدي ضيف معنا اليوم باللايف لحتى يخبرنا شو صار معه وشو اللي صار، ويوضح إذا في عنده توضيح أو كذا أو شيء. اتهمتوه للظبي إنه بحب الظهور وبحب الشهرة وبحب. طيب طالما بحب الشهرة وبحب الظهور وبحب هولي كلهم، ليه ما طلع معي لايف؟ ليه ما طلع معي بمقابلة؟ استغل اللي عم بيصير. ليه ما طلع مع توني خليفة اللي كمان طالبه؟ وليه ما طلع مع إذاعات وتلفزيونات تانية طالبته؟ إذا هيدا الشاب بحب الشهرة كرمال بغية وكرمال رسالة إنسانية، فيا هيك طموح شهرة يا بلا، يا هيك اتنشن يا بلا. إذا الاتنشن بده يجي على عمل الخير، يا هيك اتنشن يا بلا، بدل ما يقعد ينهبلي المهبيل للهبل الرخص يلي عم نشوفه على شاشاتنا ومواقع التواصل. إذا اتصلت أنا بماجد العجلاني قلنا له شو اللي صار معك وشو اللي ما صار، مثل ما اتصلت ومثل ما كنت متابع كل هالشي. قامت الدنيا وما قعدت بموضوع التحدي اللي حصل معه، يلي قام فيه، يلي كانت الفكرة فكرته، ويلي فكرة بتاخد العقل. يعني أنا لو كنت بالأراضي اللبنانية والسورية كنت أكيد قوست حالي كيف ما خطرت هيدا الفكرة على راسي. الموضوع هو أنا عم بحكيك إذا طلع معي ولا طلع مع توني خليفة، هيدا بوقتها لما طلبناه. هلأ شو عاد عمل ما بفهم، بس عم بحكيكم بوقتها. الخبرية صار عمرها يومين، هلأ بعد يومين ثلاثة شو عمل ما بقدر افهم يعني. بس كان في يطلع بوقتها ويكسر الدنيا معي او مع غيري. هلا مع مين عاد طلع هيدا الشيء ما عاد تبعته يعني. عملت تليفوناتي، اخذت المعلومات اللي بدي اياها ونكمل. ميا بدك ميا بيروت وبدك موضوع عمل ماهر كمان، عايري لي الاي كيو تبعك ورجع لك. عم نحكي هلا بزلزال سوريا وما حصل. طلع ولا ما طلع ما عم بفهم منكم، طلع او ما طلع انا بعرف انه كنت طالبه، لا طلع معي ولا طلع مع غيري. نكمل، مش هون الموضوع. حبيبة جيسيكا اهدي تقبريني، اهدي يا ماما يا نور عيوني. روحي حبيبتي افتحي حنفية المي، كم بدي اقول السيفون يا ربي. روحي افتحي المي، مية الحنفية، عبي كاسة المي، حطيها حديك بلي ريقك لانه واصل. ليش حرقة اعصابك هيك؟ اهدي اهدي ماما، اهدي حبيبي، اهدي. واصلين واصلين بعد ما قلنا مرحبا، واصلين. عبي مي اشربي، واصلين. تقبر قلبي واصلين. اهدي بس شوي، اهدي بس شوي. المهم هيدا الشاب اللي منشوف حالنا فيه، يلي فقع قلبه على اللي عم بيشوفه من احداث، يلي كان بنص دين الساحة، يلي ما شفنا غيره، ما بقدر افهم ليه ما شفنا غيره، عم بيواكب الساحة الزلزالية اللي كانت صايرة وعم بيغطينا اياها. اوكي، طلع بهيدا التحدي. رح بلشكن انا وين الصح وين الغلط. طلع بهيدا التحدي اللي هو تحدي الخير، والله يكتر من هيك تحديات، والله يكتر بهيك تحديات. اجا هيدا الشاب، اجا بده يتحدى. اول اسم طرحه كان اسم هيفا وهبي.
هيفا اسم عربي جماهيري، بتحب سوريا، كان عامل معها روبورتاج من كم شهر وتحديها. هيفا لبت التحدي، بدل 500 علبة حليب قدمت 1000 علبة حليب. مشكورة، معروفة هيفا بأعمالها الخيرية. وهيدا سبب علاقتي معي اللي هو love and hate relationship. فممكن أنا I can hate her in some stuff، بس ما بنكر إنه I love her بستافات تانية. مشان هيك لا بقدر اكرهها كتير، وبنفس الوقت عندي فصمات عليها كتير، اللي هي انا وياها بنعرفهم. بس لبت هيفا النداء مشكورة وكتر خيرها. غلط الكلام؟ مش غلط الكلام. لحد هلأ كان التحدي صحيح 100%. وين غلط ماجد؟ وانا قلت له، قال لي صح كلامك. وين غلط ماجد؟ لما كمل التحدي باسم لبناني تاني. يعني يا ماجد يا حبيبي، بلش التحدي باسم لبناني جماهيري ألا وهو هيفاء وهبي. لبت النداء بسكسس مش طبيعي، خلت نواب برلمانية من العراق وغيره من الناس المهمة تتبرع بالحليبات تحت الهواء وتحت الأضواء. حركته الموضوع إيجابا، كان بياخد العقل. لحد هلأ كله 100% مزبوط. أنت كانت غلطه للصبي لما جاب اسم لبناني آخر. كان من المفروض لو كنت أنا محله بلش بلبنان. بتقولوا لي ليه لبنان، ليه ما بلش بسوريا؟ يا عمي جيران. ليش في شي فنان أو فنانة سوريين بيمونوا على الموضوع؟ فكركن حدا كان عنده بيضات أو كان عنده شهامة أو كان عنده ذرة الأنوثة والأمومة والفيمينيزم اللي فيها إنه تروح تحس هيدا الشعور إنه تتبرع؟ ولا وحدة حست، ولا وحدة. عندي كل شيء، عندي كل الملفات، ومش منه للصبي، منه من كل سليلة سوريا بأمها وأبوها. عندي كل الأسماء اللي ما بيتخطوا اليد الواحدة، يعني ما في أكتر من 5 اللي ساعدوا. وباقي ما تبقى قاعدين عم يلعبوا طاولة بدبي، وقاعدين عم يلعبوا طاولة بالأماكن اللي هن فيها. المهم وصلكن. الغلط وين كان؟ بلش باسم لبناني. نحن وسوريا جيران، الرزق على الرزق، الباب على الباب، زلزالهم زلزالنا، المصيبهم مصيبنا، مصيبنا مصيبهم. الله بالينا ببعض. برجع بقول التعصب اللي عم بيصير بين سوريا ولبنان وبين لبنان وسوريا انا ما عندي مشكل فيه، لان كل كرة ارضية اي بلدين اثنين على حدود بعض ما عندهم من ميل في حب لبعض ومن ميل في نفور لبعض. هيدا الشيء وين ما كان موجود بكل الكرة الارضية، مش لبنان وسوريا، يحول الجزائر والمغرب. من ميلة بتلاقون مع بعض، من ميلة بتلاقون مقبرين بعض، وغير كمان من بلدان أخرى وأخرى وأخرى وأخرى. كل بلدان على حدود بعض دايما عندهم مشاكل مع بعض. باكستان والهند. هيدا الشيء طبيعي، هيدا الشيء طبيعي. لازم السياسة يخلقوا نعرات طائفية وتعصبية ليضل السياسة والشغالة. الحق على الخرفان يلي بفوتوا بهيدا الموضوع. بس ما بفهم كمان انه في دول لعبة دور سياسي سلبي مع دول تانية، ودول تانية لعبة دور يمكن تعصبي غلط مع الدول تانية. عادي، موجود بكل الكرة الأرضية، بكل الكرة الأرضية. ولك حتى أنا البلد اللي أنا فيه اللي هو كندا وأمريكا على حدوده، من ميل ماشي حالهم مع بعض ومن ميل مش ماشي حال مع بعض. الأردن وفلسطين، وين ما كان عادي. تعودنا على الموضوع، عم نفهمه. يلي بيفهم سياسة بيفهم هالموضوع وما بعلق كتير عليه. بقول للأسف بس بيكمل حياته. غلط. العراق وإيران يحو عم بتقولوا الأسامي عادي. دايما في يميني ويساري، يميني ويساري، يميني ويساري. عادي.
ما بقى نجي نقول لبنان، ما بقى نجي نقول سوريا، ما بقى نجي نقول كذا. كل البلدان على حدود بعض مش ماشي حالها، مش ماشي حالها، عادي عادي. ايطاليا وسيسيليا بنص دين بعض مش ماشي حالهم، ولك هون بكبك بيقعدوا بيحكوا مين فرنسي ومين انجليش حتى باللغات. بامريكا ابيض واسود. نحن بنحكي بالديانات، اسكتوا بنضلنا افخم شوي، خلينا ساكتين. يلا السودان ومصر يا حو انتوا قلتوهم، ما بيأثر. بيجي لهيدا الانسان بلش مع لبناني باسم لبناني، كمل باسم لبناني اخر. طيب ما هول البلدين على حدود بعض ومصيبتهم مصيبه واحده، يعني هون مقطوعين بنزين وهون مقطوعين بنزين، هون مقطوعين حليب وهون مقطوعين حليب، هون مقطوعين دولار وهون مقطوعين دولار. كان من المفروض ينوع بالجنسيات، يعني بلش مع هيفا وهبي، يكمل مثلا مع ماجد المهندس، يكمل مثلا مع راشد الماجد، يكمل مع أصالة، يرجع بعدين لسيرين، يعدد بالجنسيات، يكمل مع ديانا كرزون مش من الأردن، يكمل مع كاظم الساهر مش من العراق. ينوع ينوع ينوع. أعيد وأكرر، أي كومنت بده يتكرر أكثر من مليون مرة it will be blocked. أي كومنت بده يكون قليل أدب it will be blocked. مع احترامي للجميع، 3/4 انتو غلاوي على قلبي، والربع التاني هن خواريف، وانا يوجولي الخروف للذبح عادي، فبلوك. فانتبهوا كتير منيح، بعدنا بنفس السيستم وما تغير شي منه. نكمل. بلشت يا استاذ الكريم بهيفا وهبي، جنسية لبنانية، نكمل لجنسية أردنية، لجنسية عراقية، لجنسية فلسطينية، لجنسية إماراتية، لجنسية سعودية. هون كمل غلط واعترف لي بغلطه، كمل بجنسية لبنانية أخرى ألا وهي سيرين عبد النور. سيرين عبد النور شفتوا ليه ما بحبها؟ شفتوا ليه ما بحبها؟ ما بتزبط، ما بتزبط. سيرين عبد النور ما عجبها الموضوع، صار التحدي شي غلط، صار التحدي شي غلط، وبدها تحلل موقفها. سيرين عبد النور ما بدها تتبرع، مرة بخيلة بقولها ان هير فيس. سيرين عبد النور ما بدها تتبرع، قاعدة عم تروج لحالها وعم تنزل ستوريز بتساعد عيال فلسطينية وسورية وأفغانية وباكستانية ولبنانية ونحن ما معنا خبر. يا عم اعطينا أساميهم، اعطينا أرقامهم، وأنا بتشكرك بالنيابة عنهم. صار أي حدا بده يبرر بخله بقلك أنا بعمل تحت الهوا وما ضروري حدا يعرف. بالوقت اللي كانت مشغولة بستوريات عن دعاية الشعر، وهي لحم كتافها من سوريا، رايحة جاية على سوريا، مسلسلات، حفلات، ما حدا لممها أصلا بالوطن العربي كله غير سوريا. ماتت وفقعت وفقع قلبها. كيف؟ بتعرفوا شو يعني 500 علبة حليب؟ يعني $2000. يعني هيفا لما تبرعت ب1000 علبة حليب يعني $4000. هاو هن يمكن عندها مينيموم شي 4 ملايين بس من سوريا دولار، استرخصت $4000. اختي بخيلة وطق قلبك كيف انقال اسمك، ومصيبة اذا ذكر اسمك ومصيبة اذا ما انذكر، وبدك تبرري انه مش. يا اختي سد بوزك، خرسي وانضبي. عملت هيدا الفيديو البهدلة، كل صالونات بيروت، كل صالونات الشام، كل صالونات الخليج عم يحكي باللي عملتيه من بخل، من رخص. وقاعدة عم بتلطش على نادين كيف مقضيتها على تويتر. واصلين لنادين، واصلين. ما تخافوا، انا مش مايا، انا إلي باسيل. واصلين.
قال اسمها بالتحدي وغطى على قلبها كيف بدها تدفع $4000. اختي عادي، سدي بوزك، سدي بوزك وانضبي. انبليت بهالبلوة، الله كلها يبلينا بهيك بلاوي. انا اصلا لمته كيف ما قال اسمي، الله من عنده يبلينا بهيك بلاوي فعل الخير. ما في احلى من هيك بلوة. رحت متعطي وتنشسنتي وطق قلبك وطقوا شرايينك كيف بدك تدفع $4000، وقاعدة تقولي كيف بدي وصلهم وما في حليب وكيف بدنا نأمن حليب. اختي كان عندك حلين ما في تالتهم، يدي إيله لإله. مثل ما هيفا تبرعت ولقيت حليب، كان فيك انت تقولي له بوس ايدك، هيفا مع مين حكيت لحتى نحكي؟ هيفا مع مين حكيت لحتى نحكي؟ شو هن الأرقام لازم نحكيهم لحتى نقدر نوفر؟ وإذا ما رد عليك وتشز كان عم برد، تقلي هيفا مش صاحبتك؟ هيفا مش صاحبتك؟ قولي لها بوس ايدك، مع مين حكيتي لنحكي؟ مش مطلوب منك تتبرعي أكتر من 1000 علبة اختي، حتى 1001 غلط. حيقولوا صار التبرع والتحدي مزايدات، حيقولوا التبرع والتحدي مزايدات. 1000 إذا بدك تكون كبيرة النفس، 1000 تانية جرابات على السوري، يعني كلسات صوف، كلسات صوف. بس لحتى تقولي ما حبيت زيد على هيفا أكتر من 1000، بس زبطت 1000 تانيين كلسات صوف اختي. الله يستر عليكي وعلى اولادك وعلى جوزك الذكر أهم شي. كلسات صوف اختي، مش مطلوب أكتر من هيك. غط على قلبك ولك أنا أجلك، أنا أجلك العبد المتواضع. قلت له مع مين حكيت وشو الأسامي ومين استلم لحتى نعمل تليفوناتنا ونقول لهم يبعتوا للي استلم. ما اللي بتعرفيهم بنعرفهم، ما بدهم أكتر من تليفون، ما بدهم أكتر من تليفون. ما اللي بتعرفيهم بنعرفهم واللي بنعرفهم بتعرفيهم. دقي هالتليفون، دقي هالتليفون. حسستيني مقطوع الانترنت ومقطوع التواصل وعيشة على جوبيتر ومش عارفة مع مين تحكي لحتى تتواصل لتبعت الحليب. اختي عملتهم بكم ساعة هيفا، ما عرفت تأمنيهم بكم ليالي ونهار وأيام. شو عملت انت هون؟ التحدي كان بياخد العقل، لو كملت فيه انت هلأ بخطيتك الله يستر كم عدد من الأرقام من الأطفال يلي ما وصل لهم الحليب أو ما اكتمل العدد المساعدة من وراك. ليه؟ لأن الصبي بطل يسترجي يعمل تحدي تالت. ترجيته ليعمل تحدي تالت ويضل مكفى. بس لا، شو عملت انت حضرتك هون؟ المتعصبين من اللبنانيين قالوا اشمعنا لبنان للمرة الثانية وتشز معهم حق، والسوريين اللي عندهم من نفسهم وكبريائهم لما شافوكي بخعتيهم ببخلك قالوا لا، نحن ما بنشحد، نحن مش طالبين شحادة، نحن قد نفسنا وقدود. شو عملت حبيبتي؟ وقفت التحدي، وقفت عمل الخير كرمال بخلك. صحن فتوش ما بيطلع منك، فهمنا. ضروري هيك تمسخري بنفسك؟ ضروري هيك تمسخري بنفسك؟ شو استفدتي يا حبيبة قلبي؟ شو استفدتي يا نور عيوني؟ هيدا هو البرستيج؟ دفعيهم لو على مضض، دفعيهم لو عم تدعي على الصبي، بس تدفعيهم اختي 4000. الله لا يكسر حدا. تكت طيارة بعدك عاملة دعاية الشعر. لو ما اجروا للسوريين انت مين شمك ولا امك؟ بلبنان يا دوب يحبوك، بالخليج ياك 100 مرة بقلكن منيح اللي في سوريا لمتك. شو جرستينا وجرستيهم وجرست الدنيا كلها، وقفت عمل الخير. زعقتي للصبي،
عقدتيه للصبي وعقدت اللي معه. غلط غلط غلط، وبقي لازق بالجنسية اللبنانية. غلط غلط اختي. ما لا ملمي لا ملمي لا ملمي هيك على العلن طالعة تتنفسني وتتنرجسي هيك على العلن. مين اللي زقف لك؟ المتعصبين يلي بالعقل. اللي على فكرة وكلمة الحق تقال، الشعب اللبناني لأول مرة كان مصدوم، لأن هيدي مثل ما بيقولوا هيدي مصيبة طبيعية، ما في شماتة بالموضوع. هن بس انفصموا انه خيي شو بك معلق على اللبناني اول مرة تاني مرة، هي معهم حق فيها. هولي اللي ميتيهم، شو لميتي غيرهم؟ مين لميتي غيرهم؟ مين كان معك غيرهم؟ مين كان معك غيرهم؟ مين؟ وإذا في شي حدا سوري كان معك يلي عدد قليل ما بيعرفوا إذا بيطلعوا عدد الخمسة، هن اللي ما حطوها لحالهم على نفسهم واطية إنك ترفض المساعدة، قالوا لك حبيبتي معك حق. مين في غيرهم؟ صالونات بيروت والشام ودول الخليج كلها عم تبزق عليك هيك على العلن طالع، يعني بكل ثقة مركبة فيديو لتتنفسني عليه. من وين بدي أمل لون؟ دقي له للصبي، قولي له مين اللي أمل لك؟ لا احكي معه مثل ما أنا دقيت، قلت له اعطيني الأرقام وبعد شوي جايكم اتصال. ليه انت بتعرفين احنا بنعرفه. هينة مثل ما هيفا عملت، اللي هي بتعرفون انا بعرفهم وانت بتعرفيهم. هالقد الموضوع، هالقد بهدلت الصبي وبهدلت التحدي. ايام التحدي تبع الايس باكيت تشالنج، هيدا تبع سطل الثلج اللي كنتوا تحطوه على روسكم، ما كلكم عملتوه للتحدي، ما كان في زل بوقتها. نجوى كرم اجلكم وعملته. واصلين لا التحديات اللي بتعملوها على تيك توك والتكبيس والرخص والشحاده، هيدا منه تحدي؟ ليه غريب عليكم التحدي؟ غريب عليكم التحدي؟ لما انا تارك هون الانستغرام رايح على تيك توك كرمال تجميع المصاري اللي بتجينا والكادويات لمرضى السرطان، انا مرة اجوا قالوا لي شو عم تشحد ورود؟ انا ما بعرف يعني وردة كنت فكرها برج على التيك توك. قلت لهم الي الشرف فوت بتحديات كرمال عمل الخير ودواء السرطان. الي الشرف. مين اللي ما عجبه التحدي؟ اللي مثل الكلب ولا مثل الكلب عرض بزازك وعرضك وشرفك ومهبلك على التيك توك لحتى يكبلك برج لتطلعي له على الامارات ولا تطلعي له على دول الخليج ولا تلاقيه بلبنان يسفك واحد كرامة البرج اللي كبلك اياه. هلا بطل عاجبكم التحدي وبطلتوا تفهموا شو يعني تحدي؟ ما مش معقول. شو حكت اختها ترتاح على الاخر. ما حدا يحاضر بالانسانيه وبالانسان وحقوق الانسان والنسوان. ما حدا. انا ما بدي وسع ببيت عبد النور. ما حدا اوعى حدا ما تفوتوني فوتات وسخه. ما حدا. قبل ما نرجع لورا كتير ونبلش بملفات فرنسا، ما حدا يحكيني عن محاضرات العفة والإنسانية والحقوق. خلينا ساكتين على الآخر. أنا ما بدي وسع كتير لأن عبالي ما وسع كتير. خيي بيعرف ابن عمي وابن عمي بيعرف خيي على قولة أحلام. ما بدنا نوسع كتير. والأبسيات بدي لكم شغلة، كل وحدة من أحاب الوسط يلي راح تكبت كومنت هيدي السنة
متسلى فيكن تسالي، متسلى فيكن تسالي، متسلى فيكن تسالي. من بعد الرخص والجاي اللي عم شوفها 0.1 ضميري ما عم يوجعني من كل شي عملته فيكم من 5 سنين لهلا. متسلى فيكن تسالي، متسلى فيكن تسالي. اللي جاي ابهار، اللي جاي ابهار. يلا نكمل نكمل. إذا جيل الجديد أو اللي عمرهم 15 و20 ما بيعرفوا، أنا بعرفهم، أنا بعرفهم، أنا هاي شغل تعرفهم. يلا نكمل. هيدا خلصنا بموضوع الشنطلة والتشبشل والرخص والبخل تبع السيريين. راغب مش لليوم، راغب علامة مش لليوم. يعني إذا هيديك ما بيطلع منها صحن تبولة، التاني ما بيطلع منه صحن فتوش. نكمل. حليان يا أختي، أنت الحلا كله، أنت الحلا كله. ما منعرف احكي لنا من عيوني، كله جاي وقته ودوره، كله جاي وقته ودوره. بس في شغلة أنا تعلمتها، في شغلة أنا تعلمتها. كان قبل إذا انحرق دولاب بالجنوب، ولا إذا انحرق مطعم برشية، ولا إذا انحرق دولاب سيارة باللاذقية، وقف لايفاتي أسبوع أسبوعين وتضامن. ترى عندكم الحياة حلوة وجميلة وعايشين حياتكم. قصرت كتير بحقي بظهورات بلايفات معينة، أنا أقول عيب، الدنيا منا راكبة صح، جو منه منيح، خلونا ننقبر بالحداد، بأمي وأبوي عملت حداد، وانتو شغالين عادي نورمال، وانتو شغالين عادي نورمال. هيدي تعلمتها منكم، هيدي الدناءة تعلمتها منكم. خلوني بس دخن سيجارة لأن تعبت أعصابي. يلا نكمل. انظلمت سيرين، كتير انظلمت سيرين، ما فيني خبرك شو انظلمت. عملوا لي بلوك لهيدا الشيء، عملوا لي بلوك، بلوك على السريع. انا كتير بحترم الرأي الآخر، خاصة إذا كان مطابق لرأيي. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ما بتمشوا معكم غير ديكتاتورية. يلا احطوا. طبعا انتوا حبيبات قلب ولقلبي، انتوا من اللي بيفهموا، عم بحكي مع اللي ما بيفهموا. يلا أنتوني مي امور، مي امور بور فافور يا حبيبي، مي امور بور فافور. وحياتك يا أنتوني حاطين هالبصل وقاعدين عم نفرمه. وحياتك يا أنتوني ما حدا أحسن من حدا. هلا بتلاقيني عم بحكي، عم بقشر بصل وبدي أبكي، عبالي أبكي بقشر بصل هلا بس تطلع ريحتي توم، ريحتي بصل. ايش يا أنتوني؟ ايش يا أنتوني؟ بنقشر بصل؟ بدك؟ بدك؟ كيف بدنا نبكي؟ يلا بنقشر بصل بنحطه تحت الفيديو وبنبكي. ها قشرنا بصل. لحظة بدي ابكي، بدي ابكي. يلا يلا بتنزل الدمعة. شو لازم؟ لازم شمه ولا لازم حطه بعيني لتبكي؟ يلا اش بعمل لحتى ابكي؟ اوه بدي ابكي بليز. اش بدي ابكي؟ اش بعمل؟ كيف بحطه؟ كيف بحطه يا أنتوني لابكي؟ هيك بحطه بمنخاري ولا بحطه بعيني؟ يلا قلب بوس ايدك. بفرمه بعد اكتر لابكي. يلا بفرمه. كتت سمول 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 ماي حرير ستايل. ايش كتت سمول سمول سمول؟ ايش يا أنتوني؟ هلا تشوفوا الكاميرا. كتت سمول سمول سمول. يلا قولوا لي بس ببوس ايدكم كيف بدي كر الدمعة مثل ما كروها. كيف بدي كر الدمعة مثل ما كروها هنو عم يرقصوا على المسارح؟ كيف؟ ايش بعمل؟ بشمه ولا بحطه من عيني؟ هيك. يلا شو بعمل؟ الاثنين؟ كيف يعني؟ واحد بتمي واحد من خاري واحد بعيني لابكي؟ قلب بوس ايدك.
ريحتنا بصل. يلا وانسى اللي حصل. يلا قولولي شو يا جسي انقطع حسك يا ماما؟ ايش وينك يا حياتي؟ بوصورت والسوار وينك؟ انقطع حسك يا عمرة؟ شربي الحكية مزبرك. ايش يا جسي؟ ايش يا ماما؟ قوليلي قوليلي. لا الحرب اقعد عليه ليشلفت عضوي. الحرب اقعد عليه، بس البصل مش لعلمي بقعد عليه، بحطه بعيني. ايش يا جسي انقطع حسك؟ ايش يا ماما؟ يلا نكمل. نجوى كرم بدكن نجوى؟ خدوا نجوى. يلا نجوى كرم out of nowhere طلعت نجوى، طلع خبرية انه نجوى تبرعت ب2,000,000 $. وحسب علمي مكتب نجوى كان اذا طلع تويت بباكستان ينكروه او يقولوا لي انكروا. طيب خبرية بأمها وأبوها $2,000,000 بقيت الخبرية تلف على يومين، ومن بعد ما توثقت بكل المجلات وبكل العناوين وبكل التلفزيونات. ويمكن لو ما طلعت أحلام شرشحت وبدحت وردحت ما كنت طلعت تكذيب للإشاعة بالنهار الثالث. ليش يا نجوى حطيتي حالك بهالموقف؟ ليش يا نجوى حطيتي حالك بهالموقف؟ مين اللي نصحك وقال لك سيت غنى ولا سيت فقر، سيت كرم ولا سيت بخل؟ $2,000,000 فرد مرة قعدت هيك تتفرجي كيف الاشياء عم بتروح وعم تجي بدل ما من تويتك الرسمة تنكري هيدا الموضوع؟ لحتى ما اجت على احلام شرشحت اللي ما بيتشرشح. ليش هالمواقف الحرجة؟ كلها مصدومين. يعني هيدا الزلزال ما كان زلزال سوريا وتركيا، هيدا زلزال كان زلزال الشعوب كلها. ما في فانز ما شفتن غير ما مصدومين. ما شفت ابن انسان غير ما شفته مصدوم. وصلكن خبروني ليش طلع الانكار وليش طلع التصحيح من بعد ما توثق بكل الاعلام ومن بعد ما انحكى فيه وين ما كان وطبل الدنيا. ويمكن لو ما احلام ما كان النكر هيدا الشيء. يا عيب الشوم بس، يا عيب الشوم بس، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. على كل الشعب السوري انتوا بتعرفوا قد ايه بحبكم، وشعب عنده عنفوانكم وكرامتكم. اذا ما تذكرتوا هيدي الحادثة ومين وقف معكم ومين ما وقف معكم ومين وقف ضدكم ومين اللي طنش، بتكونوا بلا كرامة او غير محبين لوطنكم الام، ان كنتم مغربين مهجرين ولا عايشين. اللي نحن عم نقطع فيه للتاريخ، والتاريخ ما بينتسى، والتاريخ بذكر نفسه بنفسه. روحوا عبولن الجيبون وهللولن وقعدوا على الخازوق. ومش انتوا اللي قاعدين على الخازوق، كرامتكم وانسانيتكم اللي على الخازوق. نكمل لتشوفوا الوسط قد رخيص. وعم توصلوا لكلامي ولا ما عم توصلوا؟ حتى الفانز مصدومين. يعني ماكسيموم ما عبالهم مش قادرين يدافعوا، ما عندهم شيء يقولوه، التزموا الصمت. هيدي اللي عم تقلي ماجد المهندس كتير 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 بلوك، لان ما عم بفهم شو قصتها هي وماجد. هاي ما عم بفهموا. نكمل. بالنسبة لموضوع
خلصنا من سيرين، خلصنا من نجوى، نكمل في موضوع إليسا وميريام فارس. إليسا أنا ممكن شوف كتير ناس وقحة بحياتي، بس أوقح منك أنا ما شفت. ليش عم بقول أوقح منك ما عم بقول ميريام فارس؟ لأن أنت أمك سورية، أنت أمك سورية، نصك سوري. بفهم دار الأحمر وما دار الأحمر، وأنا كمان كسروين، كلها قوات، مش بس أنت القوات، فهموا؟ بفهم دار الأحمر وما دار الأحمر وجعجع والله أكبر، بفهمون. بس يا أختي ليلة الفالنتاين أنت عملتيها، أنا ما عندي مشكل، وما عملت حركات وما مثلت وما قلت بتبرع وما قلت شيء، لأن كل اللي عملوا حالهم إنه تبرعوا ربع دولار ما تبرعوا فيه. وصلكم بالليستا كلها. بحياة عمرك ما بترقصي ما بتلبسي أحمر، بحياة عمرك ما بتلبسي أحمر. هل شفتوها شي يوم لابسة أحمر؟ أنا ما شفتها بحياتي لابسة أحمر. ما لقيت تلبسي أحمر غير بليلة الفالنتاين. شو يعني فالنتاين أختي؟ الدم على الأرض لبسيلن أحمر؟ مش قادرة تكنسل الحفلة، هيدا شغل على راسي بتلبسي أحمر على قلة الفساتين السوداء. وما في ليلة كان عندك فيها سهرة ما رقصت فيها قد الرقص اللي رقصتيه بهالسهرة. ولك العمى بقلبك العمى، ولك ما استحيتي من خالاتك، يعني خالاتك ما استحيتي منهم، امك ما استحيتي منها، لابسه احمر وعم ترقصي. اكتر مره رقصت فيها بحياتي كانت هالليله. يا عمي انا امي جزائريه، ولبنان جغرافيا ما خصوا بالجزائر. انا هلا اذا بيحكوا قدامي جزائري او مغربي او تونسي ما بعرف الفرق. واذا صار شي بالجزائر بتلاقيني ململم نفسي ومحترم نفسي وعم بعمل الواجب. وهيدا امي اصلا ما خمم، يعني ما خلقت بالجزائر، خلقت بليفربول. ليفربول يعني بيا قطفها من بريطانيا وجابها على لبنان. بس لان امي بس جزائريه، بس لان دمها نص جزائري، بتلاقيني اي شيء خاصه بالجزائر اكل خرا، اذا كان سلبا، ومفرفح اذا كان ايجابا. لا بعرف احكي لغتهم، ولا بعرف شيء عن حضارتهم، ولا قاطع من بلدهم. كان عمري 11 سنه لما رحت مره واحده. انت كيف الك عين؟ كيف الك عين؟ بس ما بلومك، لان بعد في جاي على اللي اوسخ منك. ريمان جام رقصت ترقص، بالقليله لابسه اسود، بالقليله لابسه اسود، بالقليله لابسه اسود. شو يعني ريمان جام؟ شو يعني ريمان جام؟ بيمبو طول عمرها. شو يعني ريمان جام؟ شو يعني؟ نكمل. ميريام فارس، ميريام فارس بكندا، وحياة امي اللي ما عندي غيرها والغربة اللي انا فيها ما معي خبر انها بكندا كمان لابسة احمر. والام كمون قال كمان تبرعت. كله تبرع، كله تبرع، كله تبرع، كله تبرع، ما اختلفنا. لابسة كمان احمر. والانيك من هيك شوفوا البديحة، شوفوا البديحة. بنزل تويت انها ترندينج على تويتر، نمبر 2 انا ما انتبهت. وشو نمبر 1 ترندينج؟ زلزال سوريا وتركيا. طب كيف الي عين نزل انا كابشن او كابتشر او whatever ان ترندينج من بعد زلزال سوريا وتركيا؟ بغض النظر انه الترند بينشر على تويتر. عم بقول لكم اذا انا وما كان معي خبر انه كان عندها حفل بكندا.
ومين غيرها؟ ما بعرف اذا بتسمعوا او سمعين بشيء اسمه كارلا حدادي اللي هي مذيعة عنا بلبنان. نفس الشيء قال ذا ستيج، هيدا البرنامج اللي بتقدمه ترندينج نمبر ما بعرف شو 3 اور 4، وزلزال تركيا. طبعا انا فتت شخرت لها وذكروني قبلها الفولو. هول الفنانين المفروض يمثلوا الإنسانية بشكل بطريقة جمعاء، والوطن العربي خصوصا، يعني الإنسانية عموما وإنسانية الوطن العربي خصوصا. يعني شو بدكن؟ بس انتو هلا انا وياكم قاعدين عم نحكي، فسروا لي اللي انا شفته هو عبارة عن ماذا. نكمل 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 نكمل. فستان احمر بحياة عمرها ما كانت تغير جينزها ولا تغير ثيابها الا هالليله ما لقيت تلبس احمر هي والتانية. نكمل. منكمل بمايا دياب. مايا دياب لغيت حفلتها كرمال الزلزال، حفلة الفالنتاين. وهي مايا دياب شخصيا كرسي وحدة ما بتبيع. حفلة اللي عملته بالكازينو مع عامر زيان 50 طاولة هي اشترتهم، هول الصف القدام هي عزمتهم، دفعت عنهم المصاري، يعني عزمتهم لحتى يزقفوا. وبس طلع الشاب عابر قالت له بس خلص انا وصلت بتفله. فهمتوا؟ يعني لما الواحد يستأجر كومبارسات، كيف هو الكومبارسات بيستأجرون ليغموا على قلبهم لما يشوفوه او لما يشوفوها وهالاخبار. نعم، دفعت حق طاولتها بكازينو كازينو شو اسمه لبنان. اجت هال50 طاولة 15 طاولة، المهم شي 15 طاولة 50 طاولة. عزوروني، بس بتذكر وقتها في شيء اسمه هيك مدور مثل بخش الطيز 5. هلا حطوا حدا 1، حطوا حدا 0، ما بعرف شو بدكم تحطوا حدا. دافع حقهم ليجوا يزقفوا لها، ولما تفل يفلوا معها. قال كنسلت حفلتها. ليش انت جبت كرسي وجبت طاولة لحتى تكنسليها يا منافقة؟ وبدها تطلع بطلة قومية، ومنهارة بنفس الوقت قاعدة عم تشتري فيورز على اخر غنية نزلتها. لإذا انتو بتعرفوا شو نزلت من سنة، انا بعرف شو نزلت من يوم، والسكرين شاتات كلها موجودة عنا. بدكن نكمل؟ سنكمل بس على شرط تارك اخر شي، تارك الاسم القمة. سنكمل بس انا الختام مع الاسم الاكبر والاخير. يعني مين بدكم بعد؟ عم شوف الليستا يا بارك الله. منكمل لنادين نجام. نادين نجام مثل العادة، بتعرفوا انتو كل كلب، كل بسينة، كل خنزير، كل بقرة في عندكن البارازيت. يعني عندكن انتو ليش بنرشون ومنرشون دواء ومنرشون كذا كرمال البرغوت. شو يعني برغوت؟
البرغوث يلي بعيش ويلي بمص من دم الكلب والبسينة والدجاجة والبقرة اللي بنكون مربيينهم. أصالة مسك الختام، أصالة مسك الختام. فنادين طول عمرها ملكة الاستثمار في عالم المصايب يلي أنا من سنين مخبركم وشرحكم عنها. نادين انقرضت، كان مفروض تكون خطوبتها هي الخبر، طلع الزلزال هو الخبر. هيدا الدربي كان كتير وجهه شقم او هي وجهها شقم، ما في مرة بيكونوا سوا غير يا بيصير انفجار عكار يا بيصير في زلازل. مش بالكم وجهها شقم وبومة، ما بتصدقوني. هيدا مرة عايشة على البارازيت، مص الدم. مص الدم وين في استثمار بتستثمر. حلبته نكت اخته لمرفق بيروت، منخارة 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 منخارة. شوفوا اسم الله منخارة كيف ورد روسيا صاير. المهم مع عادي ماركتينج تو هير سيلف، وانا الطيبة وانا الحنونة ومالي متعصبة ابدا ضد سوريا. هيدا الصيت اللي بقي ركبها على سنين. مش هون الموضوع، مش هون الموضوع. مص تويت ورا تويت. بالاول ما كنت فهمان الزلزال اذا صاير وين اصلا. اذا بتلاحظوا تويتاتها وتسلسلهم مثل العاده، مره مسفوقه بس مره شو بقول ملتهيه بالصفقه، وابصر بليلتها بشو كانت ملتهيه من صفقه لصفقه. المهم وعيت وعرفت الاضرار الكبيره تبع هالزلزال وبدها تستثمر. من تويت لتويت، مره عيشت دور الدكاترة تبع الزلازل، ومرة عشت دور الأطباء، ومرة عشت دور الأعاجيب والكهنة والشيوخة. عشت الأدوار كلها، ما عندها شي، عادي قاعدة. تبرعتي؟ لم أسمع بتبرعك. قاعدة على تويت مثل ماكسيم خليل. ماكسيم خليل خيي روح معارض خايف من الأسد، روح خيي عن طريق اليونايتد نيشن، قطاع الحدود يونايتد نيشن دولي، عرفت كيف؟ حماية دولية. تصور لك كم صورة عم بتشيل حجارة مثل الأتراك باصلين. هز بايداتك بدل ما يعيد على تويت من فرنسا. نفس الشيء ست نادين. ولما احكي بس بماكسيم، بس الخياط قاعد عم يلعب طاولة زهر بدبي بقهوة دبي، بتجي بتقولوا لي طيب كيف بدهم يوقفوا حياتهم؟ خيي انت بابليك فيجر، ممثل سوري، ضروري تشمص حالك بالقهاوي؟ انضب قعد لك اسبوع اسبوعين مثل ما انا اللبناني قعدتون، وبعدين اظهر يا عمري. ليه على لعب الطاولة؟ العبهم ببيتك بين اربع حيطان، لشو العالم تتفرج؟ نكمل. قاعد السورية قاعد رادين كبس 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 تويتات وما تويتات. شوفوا النرجسية والأمراض العقلية النفسية. بنت عمرها طفلة زغطورة، بقيت 3 أيام 72 ساعة تحت الأنقاض. قالت لها قالوا لها كيف أنت بقيت عايشة؟ كيف أنت بقيت عايشة؟ قالت لهم هيك ضوء من السما كان عم يطعميني ويشربني. تركوا هيدي البنت الطفلة يتهيأ لها ما تهيأ. يلي بيؤمن بالأعاجيب بيؤمن، ويلي ما بيؤمن بيؤمن. أنا أؤمن. عالسريع نادين شبهت هيدا يعني هيدا الكيس بالكيس تبعها، وتذكرت نفسها لما كانت عم تمشي على الإزاز تبع انفجار مرفق بيروت، وإجريها سبحان الله ما صابون شي، بس وجهها تقطع بعملية التجميل تبع منخارة الروسية اللي كانت قايلت لي عنه بدها تعمله. يعني مثل ما طلعت وقتها مع مالك مكتبة، طبعا كل اللايفات عندكم، وشبهت نفسها ببنت مشوه وجهها عمرها 5 سنين أو 7 سنين، بدل ما تستنظف تدفع تكاليف عمليتها، شبهت تشوه الطفل الصغيرة مع مالك مكتبة بعملية تجميل منخارة. نفس الشيء سبحان الله تحت الأركاب والأنقاض. طفل صغيرة بزلزال سوريا صار بيشبه وضع نادين لما صارت تمشي على الإزاز، لما انكسروا إزاز بيتها وما صابون شيء إجريها.
صار وضع الطفل بوضع اجرين نادين جيم، وطلعت سانت رفقة ومر شربل والحردينة مخلصينها. طبعا كله بالسكرين شوتس وموجودين. شو بده الواحد يحكي؟ قولوا لي انتو شو بدكم الواحد يحكي. بس قولوا لي. انا عم تابع هالقرف كله، عم يوصلوا لي هاللعين النفس كله، انا شو بدي احكي؟ اذا الكبار مثل نجوى كرم خزلوني، فما برأيكم بالصغار؟ ما بقولوا الصغار، بقولوا الصغار نحوي. نوال الزغبي شي تاني. نوال الزغبي ملهية إذا هي تجوزت ولا لا. هو الفانزات تبعها أي ملهيين. هيدا الخاتم اللي طلع فيه 1000 مرة ملهيين إذا هي على الفالنتاين تجوزت ولا لا، وما قدرنا ننام أو نقوم من النوم أو نخفى لنتأكد إذا هي تجوزت فعلا ولا لا. من وراء صورة مع وردة ذهبية هذه النجمة الذهبية أخذتها. هيدا هو همنا، إذا نوال الزغبي تجوزت ولا لا بأسبوع الأليم لسوريا. بس كلمة الحق تقال. طول عمرها نوال الزغبي إن لا لاند طاقات إيجابية هي بتمارسهم لحالها، هيدا الشيء يحترم. بالقليلة ما أكلت خرا بهمها هاشتاج بهمها. والله يعطينا همها. قالت الكلام قولوا لي. هلا ما بعرف انت هون قرى دول الشام اذا سامعين بشي اسمها لا أصالة شتاني. سامعين بشي اسمها روان حسين وبسايا خليجية. سامعين شي اسمه روان حسين؟ بتعرفوا شو يعني وبسايا ايش؟ اشرحولي انا نسيت. قولوا لي سامعين بشي اسمه روان بن حسين whatever؟ سامعين؟ لان تبع السناب شات قرة الدعارة سامعين فيها. اذا سامعين قولوا لي. اوكي. روان بن حسين من احد السنابات اللي انا شخصيا شفتهم وسكرين ريكوردينج. عما كل نهار بالسبا قلنا ماشي الحال. حتى الخليجية وشيوخ الخليج ما قصروا بالتبرع لسوريا. كلمة الحق تقال. روان بن حسين out of nowhere على اساس بالسبا فجأة بفتح انا السناب شات. ما بقلكن انا السناب شات، انا عندي سناب شات بس ما عندي يلا انا نزل، عندي يلا الفرجة. فيش مرة كذب عليكم؟ ما كذب عليكم، سامحوا لي صوتي لاني مريض. روان بن حسين فجأة بشوف لها تويتر، بشوف لها سناب، منهارة حاسة بالألم وحاسة بالوجع وحاسة انا مش عارف شو حاسة. قلت يا حياتي حست على دمها. شكله حدا قال لها شو عم بيصير بالوطن العربي لحتى تحس على دمها بالألم وبالوجع وبنهارة وعم تبكي. شو الموضوع يا اختنا الكريمة؟ خشب مطبخها مش عاجبينا. وايه قيمتها على الشركة اللي عملت مطبخها. عم بحكيكم انا بظرف 12 ساعة و24 ساعة من زلزال سوريا. أنا ما بحكيكم إنه بعد أسبوع أو بعد أسبوعين وتجوا تقولوا لي طب ما يقلي الحياة تستمر. طبعا تستمر. لو ما تستمر أنا ما كنت معكم اليوم لايف.
عم بحكيكم بظرف 12 ساعة و24 ساعة عامل كريزة وديبريشن وتشهق وتبكي، طبعا كله موجود بالريكوردينج على مطبخ. طب كيف هو الانفلونسر قاموا فاتوا يعني هتكوا عرضة قد ما انا باتحة وبلا ادب وفاجرة سلبا، مش انه فاجرة بوزيتيف، انا بتهيج على الفاجرين، بس فجور الرخص انا ما الي في للرخص، انا انتي رخص تعرفوني. قاعدة عم تقعد تركب مقلتهم وتتنمر علي قالوا لها احترمي نفسك، الدنيا عم بتموت. توني قاعدة من ماي ناب، والله العظيم I'm shaking، يعني من كثر القهر. استغفر الله. تذكرون لما قلت لكم قبل كم شهر انه هذه الشركة اللي دفعت لهم مقدم على الخزاين والمطبخ، اللي رجعوا بعد شهرين قالوا لي اوه احنا ما سوينا الطلبية لانه انتي ما you didn't confirm الكيتشن حقنا، وانا ما اعطيتهم ديزاينات. انا 4 شهور اشتغل على ديزاين البيت مالي. خلينا نشوف مثلا هذه الاشكال او هذه العينات. بما اني رادة ونفسيتي اوريدي صفر، برد عليك، ما تاكلين تبن، ما تسدين حلجك تاكلين هوا، ما جربتي هذا الحل؟ الا معهم، بدل ما يكونوا لهم معه الا معهم. هول الخليجيه لإلكم انه الخليجيه كانوا ماسكين موقف، عم بقول لهم كل الكره الارضيه كانت ماسكه موقف مع سوريا حتى الاجانب، لان هيدا عارض طبيعه مش سياسه لنقول انه انتم انتخبتوا هول الله يزيدكم باللي انتخبتوهم، مش مثل عنا بلبنان انتخبتوا هول الله يزيدكم باللي انتخبتوهم، سرقوكم الله يزيدكم مهبيل وخدوا اكتر. لا، عم بحكي انا بمصيبة طبيعية، يعني اي حدا بيقدر يحط على نفسه وينهار. كلمة الحق تقال، بتقوم عامل كريزتها ودبريسيونتها وقلبها مخزوق ومكسور على خشب مطبخ. طيب شو بده يكون تعليقي؟ شو بده يكون تعليقي؟ الإنسانية ماتت، الإنسانية انتك اختها، آخر الدنيا تجي القيامة ونرتاح. ما يعني عم بجرب هيك بفوت بأجواء الرخص، بصير اقول لحالي جاوبوني، هل انا مقصر؟ هل انا كان لازم اركب الترند؟ هل كان لازم اقضيه على تويتر؟ هل كان لازم اقضيه على الانستغرام بدل ما افتح اسبوع حداد؟ هل كان لازم ما احترم نفسي ضلني مارس نشاطاتي؟ هل كان لازم هول اعملون؟ ما بعرف يعني ما عندي تعليق. هل كان لازم اركب الترند وبنفس الوقت عيش حياتي، ولا انضب واحترم نفسي وانسانيتي واعلن الحداد؟ هاي ما بقدر افهمها. ايه كلهم تبرعوا يا عمري، ايه كلهم تبرعوا. اهم شيء كلنا تبرعنا، بس الايد الشمال ممنوع تعرف عن اليمين، واليمين ممنوع تعرف عن الشمال. اختي ما اكيد بدهم يعرفوا عن بعض، لان اثنيناتهم كانوا فستك بكستك مع الزبون. ايه كله تبرع جوا، كانوا اثنيناتهم فيستينج جوا، لان حتى الزبر بطل يشبعون. كله تبرع ماما، ايه كله تبرع، كله تبرع، ايه كله تبرع، بس ما بنحكي. ما فيكم تعرفوا شو عم نعمل بحياتنا، كلها تبرعنا. بدكم تفهموا شغله، الشغل البشعة ولا الشغل الخيرة واصلة. يعني ما حدا بيتبرع بالكرة الأرضية وما رح ندرى فيه، أنا وزملائي من الصحفيين، وما حدا ما حيتبرع وما رح ندرى فيه. يعني لما نقلكم بخيل منقلكم بخيل نحن كلنا سوا، نسوانا ورجالا، رجالا ونساء جمعاء، منعرف مين البخيل ومين الكريم. صدقوني ما في شي بيتخبى، الخير قبل الشر، ما في شي بيتخبى.
كس ام شرموطة اذا اجاني اسامي تبرعت اكثر من عد من يد من هاي الخمسة. بدكم لكم مين؟ بدكم لكم مين؟ اكثر من 5 ما في، و5 سوريين. لا خلينا نعتبر هيفا الخامسة، غير هيك يوك. من كل عقلكم في تبرعات صارت والوسط الصحفي مغرو دريان فيهم. كل شي بيوصل، الخير والمقير. ها حطوها حلقة دينتكم. نكمل. مريم حسين هم ايادها عندها رخيصة، عشو يمين ايامي عليها؟ ما قالت شي. قالت لبنان مش قادرين يحصلوا فلوسهم، الشخص مش قادر يطلع $100. ايش معنى ما نجوى كرم طلعت مليونين؟ يعني اول شيء بلبنان انت تعرف انه ما في احد يقدر يطلع فلوسه، ولما انت بيكون عندك هذا المبلغ ليش شعبك ما عنده هذا المبلغ؟ عشو الانهيار، عشو الانهيار، عشو الانهيار. يلا نكمل هالقد حقها. منكمل. قديش صار لي معكم؟ يلا قديش صار لي معكم يا حلوين؟ لان هلا بالختام مسك، هلا الختام مسك. تركيا يا حبايب قلب على نجوم تركيا، رجال بأمها وأبوها نزلوا يشيلوا للحجر، نزلوا يطعموا الناس، عملوا تيليتون. ولك هذا الكايا يلي هيدي اللي بتمثل، هيدي اللي بتمثل، ولك كل نهار واقفة بشهرها التاسع. قد ما وقفت كل نهار على التليفونات، تاني نهار راح تخلفت، اخدوها اسعاف. هول الرجال، هول حريم، هول نسوان، هول انسان، هولي 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 تبرعوا اللي تبرعوا، عملوا هيدا التليتون، كسروا الدنيا بالتبرعات. ونحن استحلوا بالوطن العربي يعملوا تليتون واحد، مثل الخرفان والكلاب وتلاميذ المدرسة بتروحوا بتتلقحوا عن تركي آل شيخ. صف واحد بحطكم هو مثل استاذ المدرسة او مثل مدير المدرسة، بيقف بالنص بالصورة. استحليت حدا منكم يروح يقول له مثل ما جماعتنا للتريو والكواترو والاورجينايت تجي تحطنا بليلة كلنا سوا فيها مجموعين كرمال التبرع لأطفال وضحايا سوريا. كل هالتليتون التركي اللي صار استحليت تليتون عربي يصير. شاطرين بس تعملوا كليبات تبع هول من 20 سنة الحلم العربي وتاكلوا خرا. وينه كاظم الساهر؟ وين ماجد الرومي؟ أنا بفهم جوليا بطرس أو غيرها ما فيهم. بقولوا لكم أنا ما وقفت مع لبنان بالثورة، أنا ما وقفت مع لبنان بالانفجار، أنا ما عطيت حليب للبنان بالانفجار، ما عطيت حليب للبنان بالثورة. ما فينا أعطي لسوريا. بقولوا اشمعنى هون مش هون؟ بس ماجد الرومي أنت كتير عملت نشاطات للبنان، ليه حبيبتي نشاطك ما شفناه هونيك؟ ولحم كتافكم كلكم جمعاء ما بلاد الشام، بلاد الشام، بلاد الشام. وينك يا كاظم؟ وينك يا عمرة؟ وينك يا روحة؟ أنا ما عم بحكي بالصغائر، عم بحكي بالكبائر. أين أنتم؟ أين أنتم يا ترى؟ يك يك يك. نكمل نكمل. بالنسبة للمسك الختام ألا وهي كارول سماحة تبرعت. ما كارول سماحة منهم، هم بألبومها، ألبومها فخم وفنانة وباركتلها، بس أين هي؟ لا نراها.
كل سليلة من أمهم لأبوهم، من كبيرهم لصغيرهم، شوك توتال. هل يا ترى كنا نحن نقول مش معقول السياسيين العرب تبعنا يشبهوا المواطنين العرب تبعنا؟ هل الفنانين بقى يشبهونا؟ وهل السؤال الأكبر، هل نحن كشعب عربي منشبه حكامنا ومنشبه فنانينا؟ هل بيمثلونا؟ هل هذه هي حقيقتنا؟ مشان هيك قادرين الأجانب يخرقونا ويتسلوا فينا ويثيروا فينا فتن؟ هل لأن نحن أرض خصبة بعالم اللا أخوة واللا إنسانية والغدر والحقد واللا واجب؟ هل هذه عروبتنا يلي نحن بنتغنى فيها؟ هل هم الفنانون يلي بيمثلونا حكامنا ومفروضين علينا؟ مع انه انا لا اؤمن في هذه الفلسفة. هل الفنانين كمان نفس الشيء؟ وهل لما نركض لهم على حفلاتهم وندفعهم من جيبتنا ودولار واحد وسنت واحد مش شايفين منهم، هل نحن شعب منحب الذل؟ هل نحن شعب سادو مازو؟ هل نحن شعب بنعشق الدكتاتورية وبنعشق حدا يذلنا بدل ما يعطف علينا ويحمينا ويكون حدنا بالسراء وبالضراء؟ أسئلة سوسيولوجي تسأل نفسها. نكمل. فلسفة بتروح وبتجي لأي مفكر يسأل نفسه. وخليكن انتو غنم وخرفان مع سياسة فهمنا، السياسة بفهمكن تكونوا غنم، لا ممكن هيدي الشخصية تمثل دينكن والدين ما بيتقرب عليه. بيقدروا السياسية يلعبوا لكم اياها من ناحية طائفية، كمان نفس الشيء من ناحية العنصرية. هيدا بلد بده ما بيآمن ببلدنا، هيدا بلد بده ياكل بلدنا. بفهم عليكم، بس الفنانين من ولاد البلد نفسه، انتو كشعب مش مصدومين؟ وهن معقول بعد ما عادوا مفضوحين؟ نكمل. بأي معنى قلتلكن ختام مسك؟ بأي موضوع؟ أصالة. وما أدراكم ما فعلت أصالة. أصالة ترك لها صفحة لحالها، اسكتوا. أنا من وراء أصالة وبتحداها عينها بعيوني. سوري إني مريض وصوتي هيك. أنا لو ما كنت صحافي كان عشقي يكون مخابرات واستخبارات، وكل الوثائق اللي بسمعها وبحضرها وبتابعها اللي هي كلها استخبارات وجواسيس. وكنت دايما اسأل نفسي انه معقول انسان يوصل لمحل انه يقدر يبيع وطنه؟ كنت اسمع بجواسيس مصاروة كانوا هنا جواسيس لإسرائيل، وانسي دو سويت، ولبنانية كانوا لبنانية وجواسيس لإسرائيل، وانسي دو سويت. وشو بدي بإسرائيل؟ يلي بيكون أمريكاني وبيتحالف مع روسيا، واللي بيكون روسي بيتحالف ضد روسيا مع أمريكا، ناس بتخون أوطانا. كنت أقول معقول يعني قد ايه معقدين من بلدهم، قد ايه مخزوقين من بلدهم، قد ايه شافوا قصص مرة حلوة ببلدهم، لحتى قد ايه يعني لازم يجي دكتور بيتعاطى السايكولوجي يقعد معهم لقدر افهم انه كيف بيبيعوا ارضهم
أو بيأذوا أرضهم أو طبعا على اليوتيوب كل الأسماء مطروحة من المخابرات والجواسيس وكل هول. بعدكم معي؟ ألو، بعدكم معي ولا مش معي؟ أكمل ولا لا أكمل؟ لأنه الكومنتات وقفوا. بعدكم معي؟ نكمل. بكل الأحوال كنت أسأل دايما نفسي هيدا الشيء، وإذ بتفاجأ بأصالة. طيب أصالة هالقد شو السبب يلي بخليها إنه ما تتعاطف مع بلدها ومع الأزمة اللي صارت والمصيبة اللي صارت، لدرجة إنه يعني أنجا قدرت تمثل إنها منهارة باللي صار بوضع بلدها. كملت حياتها، الفالنتاين عم تتكشكش مع جوزها. هابي فالنتاين، هابي فالنتاين. ليش مرتين؟ لأنه هابي فالنتاين تالتة. ولا الحياة حلوة وجميلة، الحياة حلوة وجميلة. شو شفت من بلدك؟ شو شفت من الدنيا؟ لحتى انت صوت سوريا، صوت العروبة، صوت الشام، بدل ما ننتظر وينتظروا منك المنتظر، بقوموا فجأة الدنيا جمعاء تتفاجأ بردة فعلك الباردة العادية تجاه ما حصل، ومكملة شغلك بسعودي ايدل، والحياة حلوة وجميلة، وعم تتكشكش على الفالنتاين مع جوزك، وكله تمام التمام. لا موقف إنساني، لا موقف حزن، ولا شيء غير ضحك على التقون، وغير كلام مبتذل تسويقي سوقي أقل بالعادية. شو ما كان وضعك السياسي وآرائك، شو ما كانت، هيدا كله كوم، ويلي توقعناه منك وشفناه منك كوم تاني. ولا كأنك سورية، كأنك امرأة خليجية عربية، أي جنسية اللي بتريديها إلا سورية. عادي عشت حياتك بروتينها اليومية مثلك مثل الأحلام، بدل ما نشوفك على الساحة الإنسانية الزلزالية الكاتاستروفية على أرض الواقع مع أهلك، إن كان بالدعم المادي، إن كان بالدعم الإنساني، وإن كان بالدعم الأخلاقي. هيدا هو لايفنا لليوم. للأسف منحب الحياة والحياة بتحبنا، منحب الحياة والحياة بتحبنا. لا، بالحياة في مواقف حزينة ومواقف فرحة، لازم نعطيها حقها. للأسف هيدا اللايف بعنوان وأسفاه. ما حدا فيكن جرأ يمثل دور أنجلينا جولي وينزل على الساحات وينزل عند هالناس، حتى لو ماركتينج، ياخد له كم صورة ويرجع، بس بالقليل ينزل رأفة بصورتنا قدام العالم الأجنبي. هذا اللايف كان بعنوان وأسفاه، وقال ليورينا بقى هيك أيام صعبة بإنسانيتها قبل ما تكون صعبة بدمار طبيعتها. باي.